السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امين السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. يلا بقى هرحمك من الوقفة بتاعة الطابور اللي عند الراجل بتاع اللحمة اللي انت بتعملي عنده كفتة برز. هنعملها في البيت انضف وخطيرة وطعمها احلى، واوريك انا بعملها ازاي. هنا دول كان كوباية ونص من الرز المصري بتاعنا العادي. انا غسلته كويس وحطيته كده على فوطة، وحطيته في البلكونة عندي ناشف تماما، لازم يكون يا بنات ناشف خالص. تمام. ابتدي بقى افرغه. ودول يعني حوالي نص كوبايه شعريه زيهم او ربع، براحتك، شعريه او لسان عصفور. الشعريه واللسان العصفور ميزتهم ان هما بيضمنوا لك ان الكفته استحاله استحاله تفك منك، استحاله تفك منك بجد. هنا بقى تطحني الرز. انا للاسف المطحنه عندي بتاعه الخلاط يعني فيها مشكله، مش شغاله. فطحنت في ديت برضو مش طحنها ناعم قوي، كان يعني مخروش شويه. تمام. بس انا اعتمدت يعني ان انا كنت لسه جايبه مفرمه جديده، بس للاسف طلعت وحشه ورحت رجعتها يعني. ان انا خلاص بقى انا عندي المفرمه فهتفرمها لي يعني انعم، فمش فارق معايا ان انا يبقى عندي ان انا افرمه يعني في مطحنه يبقى ناعم قوي. بس للاسف يعني طلعت مش حلوه بصراحه. اللي هي بتاعه ستارت دي ما كانت، انا عامله لكم عنها ريفيو هحاول انزله لكم. بس مش حلوه، انا رجعتها ومش حلوه فعلا. كانت ب3.5 من كارفور يعني انا وانا بعمل دلوقتي، بصوا انا مقطعه البصل 4 ارباع صغير ازاي. المهم يعني دلوقتي اقول لكم المكونات. دول كان نص كيلو لحمه مفرومه، لحمه ربع لحمه جملي وربع لحمه بقري عادي جاموسي عادي. عليهم انا ما بحطش للكفته ام رز شبت. عليهم حزمه بقدونس وحزمه كزبره. بصلايه متقطعه 4 ارباع. حوالي راس توم صغيره او نص راس توم كبيره. ومرقه فوريه، كزبره، شويه كمون، شويه 7 بهارات، ملح وفلفل. بس دي توابل الكفتة. طبعا مع الرز اللي احنا طحناه والشعرية. وبنبتدي بقى نفرم. تمام. كنت ارجع لكم بقى على المفرمه. ان المفرمه انا كنت جايباها 2000 واط، يعني 2000 واط ما شاء الله ان الواط بتاعي يكون كويس يبتدي يفرم. تمام. انا بقول لكم هنا بصوا كنت مقطعه البصل 4 ارباع. في ربع وقف يعني في المكنه عادي، هي بتشتغل، المكنه ما اشتغلتش، ما فرمتهاش، ما لفتش اصلا وفرمت. لازم اقطع صغير قوي كاننا يعني بنقطعه مخرطاه عادي لاي طبيخ انت هتعمليه. فلأ طبعًا ضعيفة جدًا، جدًا. تاني حاجة لمّا جيت غسلت الأسلحة بتاعتها، اللي هو الغيارات بتاعة الفرم، اللي هو الوشوش يعني، الوش الناعم والخشن والحاجات دي. بعد ما غسلته ونشفته لقيته مصدّي، فما نفعتش بصراحة معايا فرجعتها. فقُلت يعني هاحاول لإن أنا الصراحة كنت جايباها لإن إن شاء الله يعني مشروع يعني أكل بيتي وكده. فبابقى محتاجة إن أنا ساعات يبقى باحب أنا أعمل كل حاجة بإيدي. من الفرم اللحمة أشوف أنا اللحمة عايزاها ناعمة، عايزاها خشنة، كده يعني. لقيتها لأ مش هتسعفني. أنا قعدت عشان أفرم شوية الكفتة النُص كيلو اللحمة دول بشوية الحاجات دي، أنا قعدت أكتر من ساعة. فعلًا تعبتني جدًا ووجعت لي دراعي. هنا خلاص كنت فرمتها أول وِش. وبعد كده هافرمها تاني وِش. بس فعلًا بنات المفرمة دي أنا مش حلوة، أنا بصراحة جبتها ما عجبتنيش، يعني ما سعفتش معايا. فلو حد يعني عنده اقتراح أجيب مفرمة نوعها إيه، لإن أنا ما لقيتش كينوت. أنا كنت رايحة عشان أجيب كينوت بس ما لقيتهاش للأسف. فهاستنى شوية لغاية لما ادور يعني والاقيها. اهم حاجة صلوا على النبي، واكتبوا لي كومنت حلو منكم كده زيكم. وما تنسيش الاشتراك واللايك والشير لو فيديوهاتي بتعجبك وقناتي محتواها مفيد بالنسبة لك. وحطي لايك طبعا. هنا بقى خلاص كنت ببتدي بقى افرمها الفرمة التانية. بصوا ما شاء الله، انا يعني حتة ان انا قطعت البصل ديت كانت اوف كاميرا، انا ما كنتش مشغله الكاميرا صراحة لان انا حسيت ان الفيديو هيطول قوي. وانا كده ومنتجه والله اصلا كتير قوي من الفيديو ومنتجته. هنا بقى بصوا ما شاء الله كانت خلاص اتفرمت. بس انا بالنسبه لي هي كده برضو مفرومه خشن، يعني انا لما بعملها في الكبه العاديه اللي هي الفود بروسيسور اللي هي المطحنه العاديه بنعمها اكتر من كده كمان. بس الحمد لله يعني كانت شغاله وما فكتش مني ولا اي حاجه، وهتشوفوها خطيره. نبتدي بقى نصبعها التصبيع العادي. دول معلقتين زيت في طبق، انا باخد الزيت على ايدي وياخد قطعه كده على قد الصباع اللي انت عايزاه، يعني حجم الصباع اللي انت عايزاه. تعمليها صوابع تعمليها كور براحتك، انا عملتها كلها صوابع صراحة عشان اخلص يعني. بس بتخلصي بقى يعني تخلصيها كلها وبعد كده بنحمرها في الزيت وهوريكم ازاي دلوقتي. بصراحة بتبقى احلى وانضف وجميلة.
وما اروحش اتعذب انا اقف عند الراجل انا ليه نص ساعه وساعه عشان خاطر اخلص الكميه. هنا ما شاء الله كانت الكميه عندي كلها خلصت زي ما انتم ما شايفين. بصوا خضره ولونها خطير ازاي. انا ما بحبهاش فاتحه قوي، ان ما تبقاش خضره كده واحسها بيضه. ما بحبهاش الخضره الغامقه قوي. انا بحب يبقى لونها وسط زي ما انتم شايفين. زيت ساخن على درجه حراره متوسطه. بصوا انا النار مش عاليه، يعني انا سخنت الزيت وغطيت النار. ابتدي بقى انزل بالكميه واحده واحده، حبه حبه يعني، زي ما انتم شايفين كده. بصوا اللهم بارك، ولا فكت ولا اي حاجه. هي لو مش مفرومه معاكي كويس وهتفك، اول ما بتحطيها في الزيت بتفك. انتوا فاهميني؟ ما بتربط يعني ما بتكونش ماسكه نفسها. هنا اهو اللهم بارك قلبت كده، وبصوا ما شاء الله احمرت واستوت ولونها خطير، وريحتها كانت قلب البيت. اللهم بارك. ربنا يحسن يعني ما بين ايدينا جميعا. جربوها بطريقتي يا بنات مش هتندموا، خطيره. على فكرة، واللحمة ام رز ديت بتتعمل عادي بلحمة جملي براحتكم، بلحمة كندوس او بقري عادي براحتكم. يعني انا كتير قوي ما بيكونش عندي الجملي، فعادي بعملها باللحمة المفرومة العادية العادي. البقري بتاعتنا اللي انت بتجيبيها عادي بتطبخي بيها وبتعملي بيها. بس بصراحة بتبقى احلى باللحمة الجملي، او احنا اتعودنا عليها باللحمة الجملي طبعا. هنا بقى نزلت بكمية تانية، اخلص الكمية بتاعتي كلها ويبقى اوريكم. بصوا انا بوريلكم من جوه، بصوا مستويه وطريه، مش ناشفه او قفشه كده. لا خطيره بصراحه، كانت خطيره اللهم بارك. وطبعا طبعا لازم نخطف منها وهي متحمره. احنا كلنا طلعنا ان احنا ما بنحبهاش في الصلصه، بنحب ناكلها محمره. وبرده لما اتجوزنا وبقينا امهات ولادنا طالعين كده، واحنا برده من زمان بنحطها في الصلصه. مش عارفه ايه السر في الوصفه دي بالذات، إن بتتورث اجيال ولا اجيال، يعني لازم يحصل كده. انا جبت الحله، حطيت فيها معلقتين زيت، ونزلت ببصلايه متخرطه على ايدي، شوحتها بس يا دوب دبلت. طبعا حطيت ملح وفلفل على البصله. ونزلت بكيس طماطم، يعني نص كيلو طماطم، شويه بابريكا، واحط شويه ميه كده سخنين، واسيبها تفك مع نفسها زي ما انتم شايفين كده. اغطيها بقى واسيب الطماطم تفك مع نفسها. خلاص كده الطماطم فكت وبقت حلوه ما شاء الله اللهم بارك. انزل بقى بكميه الكفته عندي الاول. انتي عايزه تحطي هنا نزلت بمعلقه مرقه فوريه اللي هي مرقه الخضار، انا دايما بستخدم مرقه الخضار. تمام. هنا بقى نزلت بكميه الكفته كلها اللي عندي، وابتدي اقلب وازود السائل شويه، تزودي بقى الميه شويه. الكفته الاول عشان تاخد كده وتدي مع بعضها وتستوي وتبقى طريه وجميله. لو انتي هتحطي البطاطس يعني زي تحطيها في الاخر، ان انت خلاص تكون البطاطس استوت. يعني اصلا البطاطس بتبقى متحمره برضو واخده نص تسويه. البطاطس يعني خلاص انت قربتي مثلا تقفلي، لان البطاطس ما بتاخدش وقت، قصدي يعني الكفته البطاطس ما بتاخدش وقت، فهتحطيها في الاخر اللي هو خلاص قربتي تقفلي مثلا، فاضل ربع ساعه ولا حاجه. يعني على الاقل على قد تسويه البطاطس. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ عشان البطاطس ما تبقاش مهريه. مش عايزه تحطي بطاطس خالص، بتسيبها بقى تاخد سواها العادي وبتقفلي عليها. هنا بقى كنا بنعمل جنبها شويه رز بالشعريه حلوين. حطيت الحله، حطيت فيهم شويه معلقتين سمنه بلدي على معلقتين زيت، نزلت بالشعريه شوحتها لغايه لما خدت اللون الذهبي الخطير. نزلت بكميه الرز، طبعا الشعريه والرز حسب ما انتي الكميه اللي انتي هتعمليها. انا كنت عامله كوبايتين رز، حطيت عليهم كوبايه شعريه. انا بحب الشعريه كتير في الرز. بس نشوح بقى كده ونظبطها لغايه لما الرز يتظبط معانا. نزلت برضو بشويه بمعلقه مرقه. ويعني الملح بقى ده من الملح بتاعك اللي انتي متعوده عليه. زي ما انتم شايفين كده نبتدي نقلب لغايه لما الرز يخروش معانا وينشف من الميه بتاعته، ونبتدي بقى ننزل عليه بالايدام الميه بتاعه، نسقيه بالميه او الشوربه يعني لو متاح عندك. اللي انتي يعني متاح عندك اعمليه. حطيتي لايك ولا لسه؟ حطي بقى لايك وكده اكتبوا لي كومنت حلو منكم يا بنات. بس هنا غطيت بقى الرز يتشرب، واحط تحتيه الصاجه ونوطي عليه. هنا خلاص كانت بقى ما شاء الله الكفته استوت وتمام والدنيا تمام خالص. نزلت بقى، كان دول بالظبط كانوا بطاطستين متوسطين بس. ازود بقى الميه عشان البطاطس تستوي براحتها، عشان كمان البطاطس هتنزل النشا بتاعتها فهتقل الصوص ده، مش هيبقى خفيف كده. بس واغطيها بقى واسيبها تستوي، واوطي عليها واسيبها تستوي براحتها. وخلاص لما تستوي هنا كان ما شاء الله الرز ابتدى يتشرب. خلاص اهو كده اتشرب. ابتدي بقى انقله على الصاجه اللي هناك اللي انتوا شايفينها على العين الصغيره. هنا خلاص كان ما شاء الله بقى. بصوا شكل الكفته، ولا فكت ولا فرولت ولا اي حاجه، طريه وناعمه وجوسي وخطيره. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع